أهلا بيكم في اعترافات ممنوع تتقال. السلسلة دي هنسمع فيها اعترافات حقيقية مستوحاة من مواقف بتتكرر مع ناس كتير، لكن غيرت شوية في التفاصيل عشان نحافظ على الخصوصية. وقبل ما نحكم خلونا الأول نفهم. تعالوا مع بعض نسمع الاعتراف ده. أنا اسمي مش مهم، لكن اللي هقوله دلوقتي مهم. لو حد يعرفني هنا ممكن يكرهني، بس الحقيقة أنا بحب أختي، بحبها بجد. هي أول حد بفرح له وأول حد بجري عليه لما كنت تعبانة. بس كل مرة تنجح أو أي حد يمدحها بحس إن في حاجة جوايا بتتكسر. ببتسم وأقول لها ألف مبروك، لكن أول ما أدخل أوضتي أفضل أعيط وأقول لنفسي طب ليه هي وليه أنا لأ؟ ساعات بتمنى حد يمدحني أنا كمان، وساعات بزعل من نفسي وأقول أنتي إزاي بتحسدي أختك؟ أنا مش عايزة أكون بكرهها ولا أتمنى ليها حاجة وحشة، بس نجاحها بيفكرني بكل حلم أنا معرفتش أوصله ولا حققه. يا ترى أنا بقيت إنسانة وحشة؟ لو أول حاجة جت في بالك إن هي دي غيرة، فخليني أطلب منك إنك تأجل حكمك شوية، لأن السؤال الحقيقي مش هي ليه بتغير من أختها. السؤال الحقيقي إن المفروض يتسأل هو إيه اللي خلاها تشوف نجاح أختها كأنه دليل على فشلها هي. كتير مننا اتربى على فكرة المقارنة، يعني بص لأختك، شوفي بنت خالتك، شوفي فلانة أشطر منك، شوفي فلانة أجمل منك. مع الوقت المقارنة ما بقتش من صوت الأهل بس، بقت كمان ده صوت جوانا إحنا. كل نجاح لحد قريب بيبقى كأنه رسالة بتقول أنت لسه ناقص، وده سبب الوجع اللي الناس بتسميه حسد. أوقات بيكون حزن على النفس، حزن على أحلام اتأجلت أو فرص ضاعت مننا أو احتياج قديم للتقدير. لكن خلي بالك، الإحساس نفسه مش ده المشكلة. المشكلة لما تسيب الإحساس ده هو اللي يقود تصرفاتك، لما يخليك تبعد وتقلل من غيرك وتعيش طول عمرك في وضع المقارنة. بدل ما تسأل نفسك أنا ليه بحسدها، اسأل نفسك إيه الحاجة اللي أنا مفتقدها وخلت نجاحها يوجعني بالشكل ده. الإجابة على السؤال ده هي بداية التعافي. أنا دكتورة أمنية، ودي كانت أول حلقة من اعترافات ممنوع تتقال. لو عندك اعتراف خايف تقوله ابعتلي، يمكن يكون اعترافك هو الحلقة الجاية. ولو عجبتك الحلقة اعمل متابعة للبودكاست عشان توصلك كل الحلقات الجديدة.